يا مراحب، عندك ناس بتشوف المحتوى بتاعك بس مش شايف مبيعات. المشكلة هنا مش في المحتوى بتاعك خالص. المشكلة ان انت مش عارف تحول الاهتمام ده لمبيعات. فهنعمل ده ازاي؟ هنعمل ده بالفانل سيلز. هو الموضوع بسيط، بس الفكرة مش كل اللي هيشوفك هيشتري منك على طول. فاحنا هنعمل 4 خطوات، واول حاجة في ال4 خطوات بتوعنا اللي هو الاويرنس ده اللي هو لازما هنا يشوفك لأول مرة. ولازما في المحتوى ده تديله مثلا تعرض فيه مشكلته. لازما اول ما يشوف يقول دي مشكلتي. تديله فيه تيبس سريعة، حاجات من دي ومعلومات مفيدة. تاني حاجة الاهتمامات او الانترست. هو دلوقتي هو عارفك، تعمق معاه اكتر بقى، احكي له عن مشكلته اكتر. فهمه ان انت عارفه اكتر منه. ابدأ وريله فيديوهات كيس ستادي بيفور وافتر. اديله نتائج عشان تبني معاه في المرحلة دي الثقة. بعد ما بينت له الاهتمامات ده جه دور بقى ايه بقى القرار. هو دلوقتي هو عارفك، تمام. فعشان تبني معاه المرحلة دي والثقة، اديله بقى في السوشيال بروف نتائج العملاء، اراء العملاء، هم بيقولوا عنك ايه، الفيدباك بتاعهم عنك كذا. هنا بقى انت خلاص في مرحلة الانترستد ومرحلة القرار. انت ده الدور بقى ان انت تخش على المرحلة الرابعة. والمرحلة الرابعة ان انت بتطلب منه دايركت ان هو يشتري بقى. الاكشن بتاعك في السي تي اي بتاعتك، الكول تو اكشن تكون واضح. هنا تقول له خش اشتري، اسأل عن العرض، اكتب عرض واحنا هنرد عليك. ايا كانت الكول تو اكشن بتاعتك خليك دايركت معاه. بعد ما بتعمل ال4 مراحل دول ان شاء الله مبيعاتك هتتحول من ان العميل بدل ما بيشوف وبيمشي، لا هيخش يشوف ويخش يسأل. يبقى ليد، وبعد كده الليد دي تقدر تحولها بعدين لعملية شراء. وفي النهاية عايز اقولك ان قيمة تعلو تجربة تخلد، ده شعارنا.